لما انت بدأت دايت وبدأت خلاص تحسن من صحتك وبدأت تنزل تمرين، بلاش تخلي الموضوع يبقى معاك شهر 2 3 اللي هو تخس الرقم اللي انت عايزه 10 20 كيلو وترجع تعك تاني وترجع على المسار اللي انت كنت عليه في الاول تاني. لا، خلي الموضوع يبقى حاجة كده زي الماراثون، حاجة يبقى لايف ستايل معاك انت مكمل بيه. انا اتعودت اكل صح، اتعودت ان جزء من يومي يبقى فيه تمرين. لان اغلب الناس بيبقى مثلا لما يبدا عايز مثلا ايه في فتره الصيف مثلا عايز يظهر في اللبس كويس، فيجي عايز يخس 10 20 كيلو، فيضغط نفسه في التمرين ويضغط نفسه في الاكل ويبهدل نفسه، وبعد ما يخلصوا شهرين 3 يفرح والدنيا تبقى كويسه، بس للاسف بيرجع يعك في الاكل تاني ويرجع يبطل تمرين تاني، فبيرجع اسوأ من اول. لا، خلي الموضوع في المايند سيت بتاعك ان انت يبقى لايف ستايل يبقى لايف ستايل، يبقى طريقه تعيش بيها. مش هقولك ان انت تبقى ماشي على الدايت على طول 100% او لازم ان انت كل يوم تمرينك على طول، لا، خلي يا سيدي الدايت بتاعك ماشي عليه 80% 70%. تمام، خلي 3 4 ايام بس في الاسبوع ان يبقى فيهم تمرين وبتحرك جسمك، لكن بلاش فكرة ان انت جاي عايز في شهرين 3 تخس وبعد كده مش بتكمل وبترجع تبقى اسوأ من الاول. فكر فيها